موسيقى افتتاحية حماسية تتلاشى. تخيلوا معايا كده، نرجع بالزمن آلاف السنين لقلب مصر القديمة. وقتها كان في إله واحد هو اللي مسيطر على كل حاجة تقريبا. الإله ده كان رع. طيب مين هو رع ده بالظبط؟ يلا بينا نعرف قصته، قصة إله الشمس اللي كان مصدر كل شيء في حياتهم. ببساطة شديدة رع كان إله الشمس عند المصريين القدامى، بس هو ما كانش مجرد شمس بتنور وخلاص، لأ، هم كانوا شايفينه أصل الحياة نفسها وملك الآلهة كلهم. وده مش أي كلام، الباحث الكبير ريتشارد ويلكنسون في كتابه عن آلهة مصر القديمة بيأكد إن رع كان على رأس هرم الآلهة لفترات طويلة جدا من التاريخ المصري. طيب القصة دي بدأت إمتى وفين؟ شوفوا معايا خط الزمن ده. حسب أبحاث المتحف البريطاني الموضوع بدأ حوالي سنة 2600 قبل الميلاد في مدينة هيليوبوليس أو مدينة الشمس، ومن هناك في عصر الدولة القديمة مكانة رع كبرت وبقى هو الإله الرسمي للدولة. لكن زي ما هنشوف شخصيته فضلت تتطور وتتغير مع الزمن. نيجي بقى للجزء اللي بحبه قوي، قصة الخلق نفسها. إزاي من العدم والفوضى اتولدت الحياة؟ قبل أي حاجة خالص، المصريين القدماء كانوا بيعتقدوا إن الكون كله كان عبارة عن محيط مائي ضلمة وفوضوي، وكانوا بيسموه نون. الفكرة دي إن المية هي أصل كل شيء فكرة عميقة قوي، وموسوعة مصر القديمة اللي صادرة عن جامعة أكسفورد بتشرح المفهوم ده باستفاضة. وفجأة من قلب مياه نون الفوضوية دي ظهر رع، هو اللي خلق نفسه بنفسه. ومن هنا ابتدت سلسلة الخلق كلها. أول حاجة عملها إنه خلق شو، إله الهوى، وبعده خلق تفنوت، إلهة الرطوبة. ومن اتحاد الاتنين دول الهوى والرطوبة ابتدى باقي العالم يتكون ويتشكل. تحس إنها سلسلة منطقية جدا من وجهة نظرهم. تمام، كده عرفنا هو مين وإزاي خلق الكون، بس يا ترى إيه كانت وظيفته اليومية؟ وهنا بقى بنشوف أهم دور ليه في رحلة الشمس اليومية، المعركة الأبدية بين النور والظلمة. رحلة رع كل يوم كانت زي فيلم متقسم نصين. الصبح كان بيعدي السماء في مركبته الشمسية العظيمة، ينشر النور والدفء والحياة على الأرض كلها. لكن بالليل القصة بتتقلب تماما، رحلته بتتحول لمعركة مرعبة في العالم السفلي، لازم فيها يواجه كل قوى الظلام والفوضى عشان يقدر يشرق تاني يوم. وهنا بقى بنفهم عقلية المصري القديم كانت شغالة إزاي. زي ما بتقول تقارير ناشونال جيوغرافيك، شروق الشمس بالنسبة لهم ما كانش مجرد ظاهرة طبيعية بنشوفها كل يوم وخلاص، لأ، ده كان إثبات حي ومباشر على إن رع انتصر في معركته الليلية ضد الظلام. كان انتصار بيتجدد كل يوم. طيب كل الأساطير العظيمة دي إيه علاقتها بالفرعون اللي بيحكم مصر؟ هنا بقى بندخل في السياسة والبعد الديني للسلطة. الفراعنة كانوا أذكياء جدا، ربطوا نفسهم بأقوى إله وقالوا إنهم أبناء رع على الأرض. الاعتقاد ده هو اللي اداهم الشرعية الإلهية للحكم. يعني الملك ما كانش مجرد حاكم سياسي، لا، ده كان كائن له صفة شبه إلهية، وده طبعا كان بيبرر سلطتهم المطلقة على كل حاجة في مصر. والكلام ده مش تخمين، ده متسجل وواضح جدا في نقوش المعابد في كل حتة، زي ما بتوضح أبحاث المتحف البريطاني. بس استنوا، المعتقدات الدينية عمرها ما بتكون ثابتة، وهنا هنشوف إزاي شخصية رع نفسها اتغيرت مع الزمن. الإله اللي بيتطور، اللي بيندمج مع آلهة تانية، وحتى اللي الناس بتتمرد عليه. زي ما قلنا في الدولة القديمة رع كان هو النجم الأوحد، لكن مع الوقت وبالذات حوالي سنة 1550 قبل الميلاد ظهر في مدينة طيبة الأقصر حاليا إله تاني قوي جدا اسمه آمون. وبدل ما تحصل حرب بين الآلهة، المصريين القدماء كانوا عمليين جدا. في عصر الدولة الحديثة دمجوا الإلهين في إله واحد عظيم بقى اسمه آمون رع، وده أصبح إله الإمبراطورية المصرية كلها. مراجع أكاديمية مهمة زي اللي بتصدر من جامعة أكسفورد بتأكد التحول الكبير ده. بس رع ما كانش دايما هو الإله الطيب خالق الحياة، لا، كان ليه جانب تاني مرعب. في أسطورة مشهورة بتحكي إن البشر في فترة من الفترات تمردوا عليه، فكان رد فعله إيه؟ بعت الإلهة سخمت اللي هي تعتبر أقوى وأشرس إلهة عشان تعاقبهم وتنتقم منهم. ده بيورينا إن رع زي ما كان مصدر للحياة كان ممكن برضو يكون مصدر للدمار، والباحث ريتشارد ويلكنسون بيحلل الأسطورة دي بعمق في كتاباته. في النهاية نقدر نلخص الحكاية كلها في إيه؟ رع ما كانش مجرد قصة أو أسطورة، ده كان نظام كامل بيفسروا بيه كل حاجة بتحصل في الكون. والشمس اللي بتشرق كل يوم دي بالنسبة لهم دي ما كانتش مجرد ظاهرة فيزيائية، دي كانت إعلان نصر متجدد كل صباح، إعلان عن انتصار رع والنور على قوى الفوضى والظلام.
وده بيسيبنا مع سؤال مهم جدا نفكر فيه. هل الأساطير دي كانت مجرد حكايات مسلية بيحكوها البعض، ولا كانت في الحقيقة نظام فكري وفلسفي متكامل لفهم الكون والحياة والموت ومكانة الإنسان في كل ده؟